السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على المتطلبات ديال ناصر الزفزافي وعلى الشباب اللي كانوا معاه في حركة الريف، وبزاف ديال الناس كيسولوا علاش كانوا كيحتجوا ويديروا مظاهرات وشنا هما المتطلبات ديالهم. المتطلبات ديالهم بسيطة وفقط كيطالبوا بشي حوايج اللي خاصهم ضروري يكونوا في المنطقة ديالهم. أول حاجة الصحة، كانوا كيطالبوا بها هي الصحة. الناس في الحسيمة والريف بصفة عامة كانوا كيعانيوا باش يلقاو العلاج في المستشفى، وما كانش فيه تجهيزات كافية. والناس اللي عندهم أمراض خطيرة كالسرطان أو أي مرض مزمن كانوا خاصهم يمشيو لكازا ولا الرباط باش يتعالجوا، وهذا الشيء خلاهم يطالبوا ببناء مستشفى جامعي مجهز بالكامل يخدم المنطقة ديالهم، باش شي واحد اللي كان مريض وكيتعالج يعني كيحتاج العلاج دائما ما يحتاجش يمشي لمدينة أخرى، يتعالج غير في المدينة ديالو. هذه كنظن أنه من حقهم. تاني حاجة كان المطلب ديالهم هو التعليم. كتعرفوا ان الحسيمة ما كانش فيها شي جامعة كبيرة، يعني الشباب اللي بغاو يكملوا قرايتهم خاصهم ضروري يمشيو لمدينة بعيدة ويهاجروا، وهذا الشيء صعيب على بزاف ديال العائلات اللي هذا كانوا كيطالبوا بجامعة في الريف باش الشباب يكملوا قرايتهم حدا والديهم وما يضطروش انهم يمشوا لمدينه اخرى ويقراو فيها. والمتطلب الثالث هو الشغل. المشكل اللي كان ما كاينينش فين نخدموا الشباب، كان الشباب في ديك الفترة كانوا بزاف بلا خدمة وما كاينش فرص عمل كافية. كانوا كيطالبوا بالدولة انها تجيب لهم مشاريع استثمارية في المنطقة وتفتح فرص للشغل للشباب باش اي واحد بغى يخدم يلقى فين يخدم. والمتطلب اللي الرابع هي البنية التحتية، يعني حتى البنية التحتية كانت من بين المطالب اللي كيطالبوا بها بزاف في المظاهرات، هي طرق ماشي مزيانة وما كاينش سكك حديدية كتوصل مباشرة للحسيمة. حتى الميناء ديال الحسيمة كانوا باغيين يتطوروا باش يخدموا الاقتصاد المحلي والصيد البحري، يعني بغاو يديروا لهم شي سكة حديدية كتوصل للحسيمة او اي يعني انتقال يكون سهل لهم. يعني كما كتعرفوا ان الحسيمة فيها الجبل بزاف والطريق فيها خطيرة. وايضا كانوا كيطلبوا بالبيئة، كاين حتى مشكل ديال التلوث في الحسيمة. كان واحد المعمل ديال الكيمياوات كبير اللي كيأثر على البحر والصحة والناس، ولهذا كانوا كيطالبوا بحماية البيئة وتحسين الظروف. يعني السبيطارات والأدوية ما كاينينش، ورغم ذلك كاينه شركة أو معمل ديال الكيمياوات، يعني كان كيمرض الناس وكيأثر على الصحة ديالهم وفي نفس الوقت ما كاينش فين يتعالجوا. الكرامة والعدالة الاجتماعية. وأخيرا كاين متطلب اللي جامع كل شيء بيناتهم، يعني ملخص كل شيء فيهم، هو الكرامة والعدالة الاجتماعية. الناس في هذه الاحتجاجات أو المظاهرات كانوا كيبغيو غير يعيشوا بحالهم بحال باقي المغاربة بلا تهميش وبلا ما يحسوا أنهم منسيين. المتطلب ديال حراك الريف ما كانوش متطلبات خيالية قد ما كانوا متطلبات اجتماعية اقتصادية أساسية، أنها تكون عندهم صحة، تعليم، الشغل، طريق تكون مزيانة، بيئة وعدالة اجتماعية. هادشي اللي خلى الآلاف ديال الناس يخرجوا للطريق ويديروا احتجاجات في الشوارع باش يوصلوا صوتهم. ومع الأسف هادشي كامل كان الرد عليهم وهو أنه يتم يعني فرض السجن على ناصر الزفزافي ب20 سنة، ولكن ما تم خروج ذاكرة الاعتقال ديال ناصر الزفزافي حتى مشى لواحد الجامع في الحسيمة نهار الجمعة وحبس الإمام أنه يخطب وبدا كيخطب في الناس كلها وقفات وبدات كتصنت لناصر الزفزافي. والناصر الزفزافي قال: هل المساجد لله من المخزن؟ لو كانت له الجرأة ويدعي نفسه إمام لقال كلمة الحق. لا نريد تملقا. أعلم ما أعلم وأعلم ميك. والمشكلة ماشي غير ناصر الزفزافي اللي يعني ضرب ب20 سنة، حتى الشباب اللي كانوا معاه، يعني بزاف ديال الشباب حتى هما دخلوا السجن ب20 سنة. وكيفاش غيتم الاعتقال ديالو والمكان ديال الاعتقال ديالو؟ الام ديالو على اللسان ديالها كتحكي المعاناة ديال الاعتقال ديالو. انا دابا بغيت نهضر على ناصر الزفزافي. هاد ناصر الزفزافي مسكين، نهار الهجوم ديالو باش غادي يهجموا علينا كانت معايا الدار عامره بالعيالات هادوك اللي كيبغيوه
اللي كانوا كيخرجوا معاه كيغوتوا في وسط الدار، وهو كان فوق السطح ديك الساعه هبط بغى يسلم راسو، ما بغاوش الناس كيغوتوا كيقولوا ولا سلمتي راسك نقتلوا راسنا ولا نحرقوا راسنا. شنو بان لكم في هادشي كامل اللي شاركت معكم؟ واش ناصر الزفزافي يستاهل انهم يضربوه ب20 سنه؟ كنظن في حال كاع الا بغاو يديوه ما يعطوش هاد المده كامله، لانه ما يستاهلش، ما مرتكبش شي جريمه، لانه هادشي اللي كان كيدير هما اعتبروه انه تحريض الناس، وكان تم القبض عليه من بداية 2017 حتى 2025 غيتم الخروج ديالو، ولكن فقط باش يحضر الجنازة ديال الأب ديالو. إن الله غافل عما يعمل الظالمون إنما يوفرهم ليوم وغادي يرجع للحبس لانها باقا ليه تقريبا شي 12 سنه. الله يطلق سراحك اخويا ناصر الزفزافي، والله يرحم الاب ديالك في هذا النهار ويوسع لي ضيقه القبور ويرحم جميع موتى المسلمين. ما تنسوش تشاركوا معايا التعليقات ديالكم والاراء ديالكم في التعليقات. شكرا، الى اللقاء.